بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ يا رب اتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال. جايه النهارده من عند البط المسكوفي زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ده طبعا بط رقد يا جماعه. بط الرقد ده جميل جدا في البيت. اكتفاء ذاتي ان احنا الحاجه اللي عندنا بطه ولا بطتين بترقد كنز في البيت، وبناخد ان احنا الحاجه بنبقى ضامنين جودتها وضامنين ان هي ما فيهاش اي ميكروبات ولا اي فيروسات حملاها من المكان اللي هي فيه. احنا كده محصلين حاجتنا. وميزه البط المسكوفي يا جماعه، البط المسكوفي جميل جدا. غير اي بط. احنا طبعا ربنا البكيني وربنا الفرنساوي وربنا البيور وربنا المر اللي هو البغالي. كل الانواع دي ربناها. الانواع دي بتيجي في وقت معين، يعني البط البغالي اللي هو ليه اسمين، بغالي ومولر. البط ده بيجي بعد 3 شهور بيفضى. والبط البكيني برضو نفس الحوار، يعني بنذبح اللي هو البيور ده على شهرين. بس بعد الشهرين البطة بتفضى، ما بتديناش الوزن، يعني ما بتزيدش. لكن البط المسكوفي ده كل ما بيقعد بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بيزيد معانا في الحجم وبيتقل معانا. يعني احنا في خلال 80 يوم انا بيوصل عندي الذكر المسكوفي 5 كيلو وخمسة ونص. فما ما بيقعد بعد كده بيوصل معانا لستة وسبعة وتمانية بالنسبة ان احنا اللي عندنا اللي هم الكبار. فالبط المسكوفي ده جميل جدا وتربيته جميلة جدا. هو طبعا وطعمه يعني ما يختلفش عن البلدي. البلدي طعمه مقارب من طعم البلدي بكمية، يعني بحاجة يعني قريبة قوي. اللحم بتاعه بيبقى احمر وبيبقى فصوص جميلة. وطبعا البط ده يغنينا عن ان احنا نشتري اللحوم والحاجات دي. فاحنا طبعا الحاجة دي اللي تكون في بيتنا هتبقى حاجة ممتازة جدا. وطبعا احنا بنحاول ان احنا نجيب كل حاجة تفيدنا وتفيدكم، ان احنا طبعا نربي الحاجة دي بأقل تكلفة برضه. لان احنا طبعا البط ده بالرقد واحنا بنربيه طبعا لفترة اللي هي الفترة اللي هي الأولانية بالعلف، وبعد كده احنا بنعمل بدائل كتير قوي. احنا طبعا بنحط طبعا معانا العلف دلوقتي ما فيهوش البروتين الكافي، فاحنا بنحاول نزود البروتين بحاجات بسيطة جدا، ان احنا ناخد نتيجة اعلى بالنسبة للتحول البطه معانا. وحبه اضافات صغيره. وبعد ما كده احنا طبعا الناس اللي معانا على القناه متابعينا، والناس الجديده طبعا هتبقى تتابعنا هتشوف طبعا احنا تربيتنا ايه واحنا بنستعمل ايه حاجات بسم الله ما شاء الله مش مكلفه وبتوصل معانا لاعلى اوزان وحاجات جميله جدا. وبرده في حاجات ان البط المسكوفي ده في مشكله هو والبغالي ان هم عندهم حته الافتراس. احنا طبعا بنحاول نسيطر على الحاجه ديت بحاجات بسيطه جدا وموجوده وحاجات ببلاش طبعا. الناس طبعا اللي هتتابعنا والناس اللي معانا عارفين، وان شاء الله هنعرفكم وهنوريكم ان احنا بنستعمل ايه بيخليش ما عندناش افتراس وبيخلي البط معانا بيشيل اوزان بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وهنخش طبعا احنا كنا جايبين حاجه بسيطه جدا مزوده معانا البروتين. فطبعا هنكمل على هذا الاساس. احنا طبعا اليوم الرابع النهارده للبط زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله عليه. الحاجه دي بسيطه جدا، وطبعا لو مش موجوده ممكن لها بدائل كتير وبدائل بسيطه قوي. طبعا نخش على البتاع. ما تنسوناش طبعا لايك والاشتراك. دي يا جماعه البضايه دي من امبارح انا عملت نصها. البضايه متوفره عندي لان انا عندي فراخ، فطبعا نصها موجود السائل اهو. احنا طبعا هنبتدي ايه نبشرها كده عشان طبعا تبقى ايه تبقى ناعمه معانا، ما تتعملش ما تبقاش كتل. فاحنا بنحاول بالمبشره ان ايه نبشرها كده عشان ناخد منها ان احنا نزود العلف. كميه البروتين اللي هي مش موجوده دلوقتي في اغلبيه ال- العلف. فطبعا العلف غلي والحاجه طبعا اتقل خيرها، والحاجه ما بقاش فيها نسبه العلف اللي هو المكونات بتاعت العلف يعني بتبقى ناقصه. فاحنا بنحاول نعوضها بالبضايه ديت. واللي ما عندوش بيض يعني ممكن يستغنى عنه لو عنده حته جبنه قريش، عنده حته معلقه زبادي، اي حاجه هتغنينا طبعا عن ايه عن البضايه. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا بشرنا البيضه زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله اهي. هنزود طبعا عليها حاجات بسيطه. هنزود عليها حبه البركه والكركم طبعا جميل جدا.
الكركم جميل جدا. هنحط طبعا حبه كركم زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا ما بنحطش الحاجه دي بكميات عشان طبعا البط ما يسيبهاش، عشان ما تتحولش لعفن او تتبهدل قدام البط. فاحنا بنحط كميات صغيره كده على حته البضايه اللي احنا عملناها، وفي نفس الوقت بنخلي العلف يبقى طري. البطه في السن ده بتبقى عايزه لمسه العلفيه طريه عشان طبعا تاكل منها بكل سهوله. فاحنا بنحاول نوفر للبطه كل ده، وان احنا ناخد اعلى نتيجه ان شاء الله. طبعا ما تنسوناش اللايك والاشتراك، دعم منكم للقناه، عشان طبعا ان احنا نقدم الجديد اللي احنا عندنا، والحاجات اللي احنا بنقدمها دي نبقى في المزيد ان شاء الله، ونقدم لكم البدائل. زي ما انتم شايفين كده هنحط لهم هنا احنا الاكل زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله اهو، زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. حطينا الطبق اللي هو فيه البيض، عشان طبعا ان احنا نعلي القيمه الغذائيه بتاعه العلف، عشان طبعا ان احنا العلف بيبقى فيه حاجات ناقصه. فاحنا بنبقى عايزين نوصل البط طبعا لما بياكل في الايام الاولانيه ديت، ان احنا بنحط له قيمه غذائيه بالنسبه للبضايه او معلقه زبادي او الحاجه دي، بتخلينا ان احنا بعد كده ما بنشيلش هم البط، لان البط معانا بيبقى يومه بيومين. وبعد كده احنا بقى البدائل التانية اللي احنا بنستعملها كتكمله بقى للي احنا بديناه. بس احنا البدايه لما احنا بنبدي بالحاجات دي بناخد في اخر في الدوره نتيجه حلوه، ان احنا اسسنا البطايه على الحاجات اللي احنا زياده البروتين في العلف. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم بارك. الواحد ينصح اي حد عنده مكان يجيب له بطايتين وذكر مسكوفي. يا جماعه المسكوفي جميل جدا عشان بيشيل اوزان. هو البلدي حلو عشان البلدي مش بياكل كتير زي المسكوفي، بس طبعا احنا المسكوفي بنحاول ان احنا مع البدايل والحاجات اللي احنا بنجيبها بسم الله ما شاء الله يعني بنوصل معاه بنتيجه جميله جدا. وطبعا احنا مربين قبل كده على القناه مره واثنين وثلاثه طبعا البط المسكوفي. وعندنا طبعا احنا دوره كبيره بسم الله ما شاء الله يعني ان شاء الله كده بامرك يا رب هتطلع على العيد. كل سنه وانتم طيبين. طبعا البط ده طبعا احنا راقد، طبعا احنا لما بيطلع لنا البط مش بيكلفنا اي شيء، وفي نفس الوقت احنا بناخد النتيجه المرضيه والحاجه النظيفه، ان احنا ما بنحاولش ان احنا نكلف نفسنا حاجه، لان الحاجه موجوده في البيت. وبالنسبه للاكل طبعا احنا الناس اللي متابعانا والناس اللي معانا الجديده هتتابعنا ان شاء الله، وهتشوف طبعا احنا عفوا هنشوف احنا طبعا هنمشي معاهم ازاي وبدايل ايه. البدايل هتوفر معانا جامد جدا. وفي حاجه كمان جدا يعني حاجه كمان البط اللي هو المسكوفي او البط عامه بيبقى عنده قوه مناعه، وان احنا مش بنعاني معاه في تدفئه ولا في تهويه، لان البط المسكوفي او البط عامه بيبقى عنده مناعه قويه. فبسم الله ما شاء الله يعني هو بس في الايام الاولانيه احنا بنحاول نحافظ عليه من احنا ممكن ما نحطش لنده حمراء، بس ان احنا نحطه في مكان او نحطه في كرتونه. انا حاطه في مكان صغير كده ومحوطه عليه بحيث ان هو ما يجيلوش برد وطبعا ان احنا نبقى تحته نضيف، ان احنا ما نحاولش نخلي البط تحته مبلول، تحته ناشف باستمرار. نفرش له فرشه زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده بتوسخ بنشيلها ونحط غيرها عشان نضمن ان احنا ناخد حاجه بسم الله ما شاء الله حاجه نضيفه. وزي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله يعني احنا هنحاول كل يوم ان شاء الله ننزل لكم الدوره دي يوم بيوم بامرك يا رب. يا رب اكون انا افدتكم لو بمعلومه صغيره، ونكون الفيديو ده انا عجبكم. وما تنسوناش اللايك والاشتراك، واقول لكم حبايبي الغاليين اتمنى لكم السعاده والخير واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.